السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله. اتفضل يا أخ طه. ربنا يبارك فيك. السؤال يا شيخنا، أنا دلوقتي بقعد مثلا في قعدات باخد مثلا إيصال على الطرفين مثلا، أو إيصال على طرف، ومدة مثلا معينة بعد 10 أيام المفروض مثلا ما نفذش اللي نحمل عليه ياخد الإيصال. فأنا ممكن ألوح 5-6 أيام كده بعد زيادة على 10 أيام، هل عليها وزر؟ نعم. تؤخر عن عمد؟ لا، التاني مثلا بقى هقعد عنده ظروف يقول لي سيبني يومين سيبني 3، لا، فبميل شوية عشان ما اديش للإيصال التاني ياخد باسترضاء برضا الطرف الآخر أم لا؟ لا، أنا لا، غصب عن الطرف التاني. لا يجوز. لا يجوز. بس أنا أنصحك نصيحة قضائية. نعم. أنصحك نصيحة قضائية، لأن ممكن يحصل أن في واحد يقدم شكوى ويقول الإيصال ده ما كان مال نقدي أخذته منه، إنما كان نتيجة معاملة حتى يبطل الحكم القضائي. نعم. فيقول اسألوا الشيخ طه، يسألونك يحلفونك بالله هل أنت كتبت الإيصال بناء على أن فلانا أخذ من فلان شيئا؟ وأنت طبعا ابتليت بحبيبتيك لا ترى. نعم. أنت لا ترى، فأنت تقول لا أرى شهادتك تسقط. فخليهم بعيد عنك يمارسوا عملياتهم أصلا. نعم. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية شيخ. وياك. شيخي أنا عندي 3 أسئلة إذا في مجال. تفضل. السؤال الأول، هل استعمال أو استهلاك المواد التي تحتوي على خل الكحول حرام أم حلال؟ المواد التي تحتوي على خل الكحول؟ نعم، أنا في أوروبا وفي كثير من المواد يعني يضعون مثل الكاتشب أو المايونيز تحتوي على نسبة من خل الكحول. خل الكحول مسكر أو غير مسكر؟ والله الغالب غير مسكر. ابني على الغالب، إذا كان الغالب غير مسكر لا بأس بذلك، حلال. طيب، السؤال الثاني، شيخ أنا بالصلاة كثير من الأحيان أعاني من مشكلة، أنسى في أي ركعة أنا أو هل سجدت أم لم أسجد، يعني كثير ليس بأمر قليل. إذا كانت الصورة كثيرة فأنا أختار رأي ابن مسعود في هذه المسألة، أنك تبني على غالب الظن. المشكلة أني أنا أكون متحير فلا أعلم أنا يعني غالب ظنك ماذا؟ لأن إذا كان الجمهور يقولون في مثل هذه الأحوال العادية، طبعا في رأيين وحديثان يشهدان للباب. أنا شككت في صلاتي، هناك بعض الأحاديث تفيد أنني أبني على الأقل، على ما استيقنت وما استيقنت والأقل. يشكك في 3 أو 4 أبني على الناس 3. في حديث آخر لابن مسعود أنك تبني على غالب الظن. فنختار لحالتك، لأنك شخص موسوس، كل صلاة تزودها ركعة. خرجنا عن حيز الاعتدال، هتصلي الظهر 4 5 والعصر 6 والصبح 3. إذا قلنا لك اختار بالرأي الأول ستغير مجرى الصلاة بصفة عامة، والنفس تهوى ذلك، الشيطان عياذا بالله سيصور لك ذلك. ابني على غالب الظن، على رأي ابن مسعود. طيب هل يتوجب عليه سجود سهو أم لا يتوجب؟ هو إذا سهوت في عدد الركعات عليك السجود سهو. يعني لو أنا أخطأت وبنيت على غالب الظن بعد أن أبني على غالب الظن، هل يتوجب عليه السجود؟ إذا بنيت على غالب الظن عليك سجود سهو، لا أدري كم صلى فعليك سجود سهو. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان ليا استفسار. تمام، انا كنت بالبدايه كده، انا شغال مبرمج. تمام. ايوه. وكان طلب عليا مشروع. المشروع ده فكرته ان هو العميل او اللي انا بشتغل معاه عايز يعمل موقع، وان هو مثلا يشتري الموقع ده. فكرته كالاتي: بيقدم خدمه اللي هو عنده حساب، الحساب ده بيبقى شاري مثلا من الحساب ده 30 خدمه من موقع تاني، يعني عنده 30 موقع تاني بيشتري منه الخدمات بتاعته، وبيجمع خدماتي كلها في حساب واحد بيبيعه. تمام. السؤال تسلم يدك. تمام. بالبدايه انا شغال مبرمج. تمام، مبرمج مواقع. شغال مبرمج مواقع، وفي عميل جه طلب مني ان انا اعمل له موقع. فكرته اللي هو يجي يشتري حساب
والحساب ده يعني هو يعمل حساب يشتري بالحساب ده من اكتر من موقع، تمام؟ والحساب ده يعيد بيعه، يعني مثلا يروح يشتري خدمه من موقع ما ويعيد بيعها بس بسعر لا مخفض، معلش لان يعني هو هيدفع أكتر من عفوا واحد. ارحمني الله يرحم والديك، في النهاية في غش في هذا الموضوع ولا ليس هناك غش ولا تعاون على الإثم والعدوان؟ ما هي على فكره في موقع بتقبل بكده، في موقع بتقبل ان انت تبيع أخي الحساب اللي انت اشتريته منها، وفي في موقع ما بتقبلش. النهاية أنا ما أنا يعني مستوى بالاستيعاب الكافي، إنما لكن أقول لك نهاية الكلام هذا العمل فيه إعانة على الغش، إعانة على الإثم والعدوان أو ليس فيه ذلك؟ إن كانت فيه إعانة على الإثم والعدوان لا يجوز عملك، إن لم تكن فيه إعانة جاز خسارا.